مباراة انطلقت هي غير منقولة تلفزيونيا، لكن نحن ننقلها لكم بحول الله عبر صفحاتنا وقنواتنا. إخوتي الكرام، المباراة التي تنطلق في هذه اللحظات بين الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي ونظيره فحمان أبين اليمني، المباراة التي هي منقولة على قنواتنا على اليوتيوب، قناة المعلق لاوين هابيل الكردي، وأيضا على صفحاتنا على الفيسبوك. هذه المباراة الكبيرة التي تنطلق هنالك في ملعب الملك فهد الدولي. الإخوة على قناة المعلق لاوين هابيل الكردي، فريق نادي فحمان أبين بالزي الأحمر وفريق نادي الاتحاد الرياضي التونسي بالزي الأزرق في هذه المباراة الكبيرة. إذا مباراة صعبة، مباراة ينتظر من خلالها جمهور الفريقين أن تأتي البشرى بفوز وانتصار وتحقيق انتصار ثمين بيمني. هنا الجماهير التونسية، جماهير الاتحاد الرياضي التونسي، ومعروف الجمهور أو الجمهور التونسي معروف بحبه وشغفه لكرة القدم، ودائما ما نرى الدوري التونسي مشتعل. نية لصالح نادي الاتحاد الرياضي. هنا محاولة، هنا الخطورة الرأسية، الله! أول الأهداف لفريق، لكن هدف لم يحتسب. خطأ خطأ خطأ، فرصة خطيرة. فحمان أبين اليمني، الجمهور اليمني برفقة الجمهور التونسي، الكل متواجد هنا، الجماهير اليمنية المالية وأيضا الأوضاع الصعبة لنادي فحمان أبين. هنا فرصة خطيرة، خطيرة الرأسية، فرصة خطيرة للاتحاد الرياضي التونسي، فرصة خطيرة جدا كانت عن طريق اللاعب باسم دالي. فرصة خطيرة للاتحاد الرياضي التونسي كانت في اللقطة الماضية، لكنها ضاعت ومرت بسلام وأمان. رمية جانبية لصالح فريق نادي الاتحاد الرياضي التونسي. تلعب الكرة هنا، الاتحاد الرياضي التونسي الذي يحاول أن يتقدم بأول الأهداف. ضغط شديد هنا إلى إيهاب، التمريرات بين أقدام اللاعبين، التمريرة الرابعة هنا، الخامسة من جانب اللاعب صلاح الرابي. ترجع للفريق التونسي الاتحاد الرياضي الذي يحاول ويضغط، وكثرة الضغط يولد الانفجار. هنا المحاولة التونسية، هنا تمريرة، هنا الحرابي إلى أبو بكر، الله! أبو بكر تراوري، وأول الأهداف للاتحاد الرياضي التونسي. الهدف الأول بيسارية تسكن شباك الفريق اليمني. الاتحاد الرياضي التونسي، أبناء العاصمة الرباط، هنا أبناء مدينة المنستير، الفريق الذي يضغط ويسجل أول الأهداف. وهنا الجماهير التونسية، تونس الخضراء تتقدم بأول الأهداف على أبناء الملوك اليمنية في هذه الأثناء واللحظات. الهدف الأول عن طريق أبو بكر تراوري بأجمل الأشكال بعد عدة تمريرات يسجلونها في الشباك. لاحظوا هنا في الإعادة، هنا التمريرة الأولى، نعيد التمريرات الثانية وبناء الهجمة من الوراء إلى إيهاب، هذا اللاعب الخطير. دائما قلت دائما يجب أن تركزوا على إيهاب. وهنا أيضا اللاعب علاء دريدي، التمريرة السادسة، هنا التمريرة السابعة. الجمال، كل الجمال بأقدام الكرة التونسية وأبناء الكرة التونسية. هنا الثامنة، هنا التاسعة من الحرادي، وهنا بيسارية يسكنها في شباك الحارس بشير بن سعيد، معلنا عن تقدم الفريق التونسي بأول الأهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا، أهلا ومرحبا بكم. محدثكم المعلق الدكتور لاوين هابيل الكردي للتعليق والوصف التفصيلي على مجريات الشوط المباراة الثاني بين نادي فحمان أبين اليمني ونظير الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي. المباراة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض، وبالتحديد في ملعب الملك فهد الدولي هنا في مدينة الرياض. المباراة التي انتهت في شوطها الأول بنتيجة 1-0 لصالح نادي الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي. الكبيرة، العرس العربي الجميل، محاولة خطيرة للاتحاد الرياضي التونسي. هنا التسديد، الهدف الثاني
للفرقة التونسية بأجمل الأشكال. الهدف الثاني من أجل تحقيق أغلى الأماني بالنسبة للفرقة التونسية. أجمل الأهداف هنا في هذا اللقاء بأقدام بوبكر التراوري. الهدف الثاني، الجماهير التونسية هنا تنتفض وتشعل المدرجات رغم قلة عددها، إلا أنها تهتف وتشجع رافعة راية تونس الخضراء. إذا النتيجة أصبحت 2-0 هنا في هذه الأثناء. الفريق التونسي يتقدم بأقدامه الذهبية الأسمراني. بوبكر التراوري يسجل الثاني، يفجر المباراة، يهز الشباك ويشعل المباراة الغير عادية رغم الفارق الشاسع، إلا أن فحمان أبين كان صامدا طوال شوط المباراة، لكن لم تصل إلى محمد بوتشي. ترجع مجددا للفريق الأزرق، المارد الأزرق. الثالث 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 الثالث. فرصة 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 خطيرة تونسية، خطيرة، أصبحت خطيرة. هنا الكرة، هنا التسديدة. هيا الثالث 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 يأتي للفرقة التونسية في هذه الأثناء واللحظات. الهدف الثالث، خلاص انتهى كل شيء. يسجلون الثالث، يأتون بالهدف الثالث في هذه الأثناء واللحظات. أبناء الرباط يسجلون ثالث الأهداف في هذه اللحظات عن طريق اللاعب هيكل شيخاوي. حذرت الفريق اليمني في الشوط الأول، حذرتهم من اللاعبين، اللاعب هيكل شيخاوي واللاعب إيهاب، وبالتالي كان مصدر الخطورة. والهدف الثالث بأجمل الأشكال بكرة رائعة، يسجلون الثالث في هذه الأثناء واللحظات. إذا فرحة الجمهور التونسي بالهدف الثالث عن طريق اللاعب هيكل شيخاوي الذي يأتي ويسجل ثالث الأهداف في هذا الزمان والمكان. كونوا معنا وسنكون معكم في تغطية بطولة كأس آسيا بحول الله تعالى. إذا ريال مدريد حتى الآن يتقدم بثلاثية على برشلونة ويقصي برشلونة من الكوبا ديل ري. هنا فرصة، الهدف الرابع للفريق التونسي، الرابع وجول. الهدف الرابع برباعية يتقدمون في هذه الأثناء واللحظات قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء. الهدف الرابع يأتي للفرقة التونسية عن طريق من الذي سجل الهدف هنا. الهدف الرابع يأتي على ما أعتقد عن طريق اللاعب محمد